Welcome to my lovely subscribers. تحفة جميلة أوي. Two 2000 years later. جبتي اخر الممشى دي؟ حسب الله. تعالي. انا بقى من زمان كان نفسي اجيب اخر الممشى. Shadowing practice. Let's work on our speaking flow. Try to get a nice smooth flow. English speaking practice. Our first little. I think we should give them more time to finish. I think we should give them more time to finish. دي جميلة جدا بصراحة، أنا بحب أتفرج عليها، فتعالوا نشوف كده فيديو ليها. يا جماعة دلوقتي أنا هعمل رد فعلي على أول فيديو ليا على القناة. ازيكم عاملين ايه؟ انا روضة. انا حابة اعرفكم بنفسي. انا طالبة في تانية ثانوي ادبي، وحبيت اعمل القناة دي عشان انشر التفاؤل والطاقة الايجابية دايما، واحفزكم ان انتوا تنجحوا وتعملوا. بصوا مبدئيا كده، بما ان ده كان اول فيديو فانا كنت براب مش بتكلم يعني. مش عارفة انا بتكلم بسرعة كده ليه، بس عشان كان اول فيديو اصلا. كل حاجة انزل فيديوهات ان احنا نذاكر مع بعض ونشجع بعض ان احنا نلتزم بالجداول، وان شاء الله نجيب درجات كويسة وكده. يا سلام. بصوا يا جماعة، لن يفرق بيني وبين احلامي الا الموت. عبارات اللي هي كده يعني. ازاي نطور من نفسنا وشخصياتنا ونتعلم لغات جديدة. جماعة بصوا والله العظيم انا نفسي امسح الفيديو، بس ده عشان اول فيديو فانا مضطر اسيبه يعني. وهقترح عليكم برضو كتب تقروها. انا قريت مفيدة، بيحس ان هو ايه. جماعة الفيديو ده مش عاجبني بجد، نفسي امسحه. بيحس ان هو شخص ملوش لازمة، غير لما انا ابقى صاحية من النوم متحمسة ان انا اعمل خطوة تقرب صح من النوم. من احلامي. في فيديوهاتي بجد هتبقى فيها كلام ايجابي ومقولات عن تحقيق الاحلام وعن الاستمرارية وكده. انا حابة عن اهداف. بصوا يا جماعة، انا كنت يوميها كاتبة ورقة تمام وبسمع الكلام اللي انا كاتباه، فاهمين؟ فعشان كده كنت بتكلم ورا بعضه، فما كنتش برضو واخدة على الكلام كتير قوي على اليوتيوب وكده. خلي فيديوهاتي اللي جاية، فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في الكلام ده. بس كده، باي باي. ماشي. عندي فكرة كده جبتها من على بنترست، بتبقى بالعيدان الخشب دي تمام، الخيط الصوف تمام. فانا معظمنا غالبا مش بيبقى عندنا اللي هو العيدان الخشب دي. في ثانية الا ثانية يا جماعة هثبت لكم انه الشخص المبدع مبدع تحت اي ظروف. بصوا بقى يا جماعة، هستبدل العيدان الخشب بايه؟ بأقلام. هتقولي لي اقلام دي هتتعمل ازاي دي؟ اقول لكم بصوا، هشيل الغطيان كده وهبدأ ان انا افضي القلم بحيث ان انا عايزة العصاية بتاعته بس، يعني الشكل ده كده. خلاص فضيت التلات اقلام كده خلاص، ما بقاش فيهم ولا حبر ولا اي حاجة. هحاول افضل سايبهم كده يعني اشكالهم دي. ده طب هنلونهم ازاي؟ انا اقول لكم، عندكم اختيارين. غالبا الاختيار التاني هو اللي هيمشي مع ناس كتيرة. الاولاني ان انتوا يبقى لو انتوا عندكم الوان ميه يعني تلزق او في اللوح، المهم الوان تلزق، يبقى تلونوا الايه، الاقلام دي. طيب لو ما عندكمش وغالبا هتستخدموا زي بصوا الايه، المانيكيرات. انا مش عارفه استخدم الاحمر ولا الموف. بصوا انا غالبا هستخدم الموف تمام. هلون بقى واحده واحده قدامكم كده عشان تعرفوا الطريقه.
اهو بصوا بلون بقى. انا لونت القلم اهو كله. بصوا بنربط كده ربطتين تمام عند ايه المكان ده كده خلاص. بعد كده بقى هنقص مثلا لغاية هنا كده، يعني مساحة حلوة عشان نربط على اللي بعدها برضو، عشان نعمل زي الصورة. نثبت الربطة دي مثلا نربطها مرتين 3 كده عشان تثبت. الربطة بتبقى على كده تمام، 3 اقلام مع بعض كده. وعادي لو اخر حاجة اللي هي بقى التعليقة اللي من فوق دي مش مشكلة، ممكن نربط من فوق واحدة تانية يعني ايه هنعرف نتصرف. خلاص هنعمل بقى الجنب التاني، نربط على الجنب التاني اهي خلاص. هربط بقى الجزء الاخير عشان هتبقى كده كملت ماشي. بعد كده بقى هنعمل المثلث اللي من فوق اللي هو ايه هعلق من خلاله المسمار تمام. هعمل المثلث كده اهو ربطت. ده بقى ايه بقى الشكل اللي كان طالع لنا. هتتعلق كده. بصوا بقى يا جماعة اهي، اظن ان دي هتفيد برضو البنات اكتر اللي هي لها قفشات كتير او مش عارفة بتسموها ايه. المهم يعني خلاص ممكن برضو نعلق فيها اكسسواراتي، يعني هشوف برضو نعمل فيها ايه. هو بتاعتي مش زي الصورة طبعا عشان الصورة كانوا مستخدمين حاجات احسن، بس يعني ايه فكرة مبتكرة. بتعملوا ايه في خلق الناس؟ اقعدي ما بكل سنه جايه سؤالين يا اختي اللي انت جايباها زي العسل اللي هو والله صغيره كده ومش ناعمه. خلاص يا حبيبتي انت روحي مع تيتا. ماشي حبيبتي شكرا. عارفه حبيبتي يا حبيبتي. ايه يا اختي اليوم ده مش عاجبك؟ لا وحش قوي. طب ده احلى ولا لسه دلوقتي كنت براجع مدرسة المهجر وبذاكرها وكده، فبحب قوي في المذكرات الصور اللي بيحطوها دي. بصوا ولما كنت بذاكر مدرسة الديوان يا جماعة خصائصها 13 خاصية تمام. فبصوا او كانت 14 ايوه 14 خاصية ليه يا باشا. خلاص هنا بقى مهرة علي ربيع بيقولوا شوف العجب هنا. بذاكر ومطحونة مع المواد